السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. مساء السعادة. النهاردة بقى معانا وصفة. بصوا، مش قادرة اقول لكم على جمالها. تحفة 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 ومنجزة. بصي، هي وصفة الساعة الا ربع واقل كمان. بصي، في 5 دقايق كده تكوني خلصت غداكي. ولو وراكي حاجة هتعمليها زي انا كده بالظبط. كده كان ورايا حاجة بعملها، فكنت لازم اعمل غدا منجز بسرعة. دي وصفة كنت شفتها على قناة من القنوات وعجبتني جدا. انا كنت بنفذها قبل كده بس من غير رز. كنت بنفذها بس فراخ، بط، اي حاجة. المرة دي بقى نفذتها بفراخ. تعالوا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على وصفتنا. معايا كده فرخة غسلاها ومنضفوها كويس قوي 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 قوي، ومديها وضعها ومخليها زي القمر كده زي ما انتم شايفين. جاي معايا بصلايه تانية عشان بشراها. بشر ناعم. حطيت عليها معلقه، نص معلقه فلفل اسود، وحطيت عليها معلقه ملح، وحطيت عليها معلقه صلصه كبيره. همسكها كده، امسك الفرخه كده بره وجوه كده، امسكها كده اسوكها بيها واديها وضعها كده واخليها قمر كده زي ما انتم شايفينها كده بالظبط كده، منوره منوره منوره. لازم كده ندلع الدلع كده مش زي ما انتم شايفين كده. واجيب كده 4 حبات بطاطس كبار او صغار او على حسب ما انتوا عايزين. وكنت مقطعه كده بصلتين جوليان وعليهم قرن فلفل. بس ما عملتش اكتر من كده خضار. وكنت مجهزه بهاراتي: ليمونتين لومي، عود قرفه، وورقتين لورا. كنت مجهزه كمون، لا، اسفه، ما فيش كمون. كنت مجهزه فلفل اسمر، نص معلقه. وكنت مجهزة نص معلقة 7 بهارات، ومعلقة بهارات فراخ حتى تبلت فيها الفرخة. حطيتها في الفرخة مباشر. وكنت مجهزة معلقة بهارات برياني. أنا عندي علبة بهارات برياني على طول بشتغل بيها. وكنت حاطة عودين قرنفل. وكنت حاطة كمان نص معلقة ملح أو معلقة على حسب الكمية اللي عندك. وكان معايا نص كيلو رز بسمتي. حطيت النص كيلو رز بسمتي، كنت نقعاه حوالي ربع ساعة أو نص ساعة على حسب ما يعني ما هتشتغلي. أنا كنت ناسية أنقعه، فتنقع معايا حوالي نص ساعة أو تلت ساعة، مش أكتر من كده معايا أنا. لكن معاكم ممكن تنقعوه من نص ساعة. وجيت البهارات بتاعتي كده زي اللي انا قلت عليها، بهاراتي زي ما قلت لكم كده بالظبط. فضيت البطاطس على البصل على على الفلفله، وحطيت البهارات. بهارات طبعا مش كتيره، بس هي كلها اكترها بهارات فراخ. طبعا لا هحط كاري ولا احط اي حاجه من الحاجات دي، لان بهارات البرياني فيها الكلام ده كله. مش هتغنينا عن كل ده. حتى لو ما كنتش حاطط بهارات فراخ، بس انا قلت علي التست بتاعها على الفرخه نفسها. خدت بهارات الفراخ حطيتها في الفرخه نفسها. وحطيت الرز في القعده. وحطيت فوق منه الفرخه، حطيتها سليمه زي ما هي كده. وخليت كده حتى من الخلطه اللي هي بتاعت اللي انا سويت بيها الفرخه. خليتها حطيتها على الوش كده، لان كنت في دماغي ان هي تطلع لي يعني متحمره، مش هحمرها تاني. وهمسك كده الخليط كده احطه كله من فوق الوش كده، هو بقى هيطعم بعضه بقى. هيطعم بقى في الفرخة، هيطعم في الرز، هيطعم نفسه. وهمسك الكيس بقى كده اظبطه كده بالشكل زي ما انتم شايفين، واخلي صدر الفرخه بس هو اللي ظاهر اللي بره. طبعا كلنا عارفين ان ان الكيس الحراري بيعلي قيمه اللحمه جدا جدا جدا، وبينقل طعمها في حته تانية خالص. وحطيت بقى كوبايتين ميه. انا الرز معايا انا عبرته كوبايه من الكوبايه اللي انا حطيت بيها دي. الرز اللي معايا ده رز بسمتي هندي. بياخد الكوبايه، بتاخد كوبايتين. فقمت حطيت بقى كوبايتين 2 ميه مغليه عليها على طول كده. وكنت حريصه ان الميه ما تجيش على الفرخه نفسها، على كنت بحطها من الجنب. مسكت الكيس قفلته. الرباط بتاع الكيس ضاع مني. لقيت كده توكن بتاع بنتي اللي هي الصغيره ديت، اللي هي كان عندي كيس توك، خدت من واحده وقمت رابطه كويس قوي، وقمت برضو ما وثقتش، جبت حته فتله وربطت جامد. وجبت بقى صينيه من اللي انا هي بتستحمل الفرن كده، يعني لو اتاثرت، لو الفرن مثلا لو الميه دي غابت في الصينيه ما تتاثرش. وحطيت كده حوالي كوبايه ميه في قاعده الصينيه، كوبايه ميه مغليه، ودخلتها على فرن ساخن. وطلعتها بقى كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بصوا، والله العظيم طعمها لا تتخيلوه. حاجة، بصوا، قمر تحفة. تسلم ايد اللي عملتها قدامي يا رب. وانا بصراحة انا خدتها منها واستأذنتها الاول، كتبت لها واستأذنتها انا هجرب الوصفة دي عندي. فقالت لي اتفضلي خديها. عملتها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. خدت كده نقيت بقى الليمون اللومي على القرفة على اللورة، وشلتهم كده بالشكل ده. وطلع لي بقى
الاكل بس حاجه اللهم بارك، طعم، والبطاطس جميله جدا عليها طعم خطير. انا وانا بحط الحاجه في الكيس كنت متردده احط البطاطس، وقلت انا هخسر ايه، انا هحط البطاطس. كنت عايزه اعمل بس الرز بالفرخه بس، فلقيت البطاطس دي مدياني طعم خطير، وفكرت قبل ما احطها احمر البطاطس، والحمد لله انا ما عملتهاش. انا عامله كده من غير دهون، من غير اي حاجه، سويت الفرخه كده، وخليت صدر الفرخه باين بدبابيس الفراخ كده زي ما انتم شايفين، ودخلتها الشوايه. انا قلت انا ادوقها الاول، لقيتها حاجه طعمها، العيال واقفين مش مستحملين، كانوا عايزين ياكلوا الاول، قلت لهم لا استنوا عشان نظبط الاداء ونظبط التصوير. فدخلتها تحت الشوايه كده دقيقتين زي ما هي، ما حطيتش عليها اي حاجه، بالخلطه اللي عليها طلعتها لي جميله بالشكل ده. وانا بدوق صدر الفرخه، والله يا جماعه انا فرختي كبيره، والله العظيم حاجه كده، بصوا زي الكريمه، كريمه. بصوا والله العظيم الكيس الحراري مع البهارات دي مع الاكل ده بيغير طعم الفراخ نهائي خالص، بيخلي الحاجه تاخد من طعم بعضها، بتطلع روعه وما بتاخدش منك وقت. واحنا في الصيف الدنيا حر والدنيا مش مستحمله اكل تقيل، الحر بصراحه عايز حاجه خفيفه، ودي ما فيش اسهل من كده ولا اجمل من كده ولا اطعم من كده. بصوا والله ممكن تعملوها بالرز البلدي برضه، هي اللي هتفرق ايه يعني. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب اكون افدتكم.